اهلا وسهلا بكم النهارده في تحديث جديد لاسعار الذهب من الصاغه المصريه وتحديث سعر وقيه الذهب عالميا. لكن قبل ما نبدا ندعوكم للاشتراك في القناه وتفعيل علامه الجرس وعمل لايك للفيديو علشان يوصلكم التحديث لحظه نشره. نبتدي الفيديو على طول مع الاسعار بتاعه الذهب عالميا. سعر وقيه الذهب عالميا دلوقتي مسجل 2579 دولار، ووقيه الذهب في العقود الاجله مسجله 2605 دولار. السعر بتاع الذهب النهارده في الصاغه محليا مسجل عيار 24 3971، عيار 22 3640 جنيه، وعيار 21 3475 جنيه، عيار 18 2979 جنيه، عيار 14 2317، وعيار 12 1986. الأونصة 123511 جنيه. الذهب 27800 جنيه. كالعادة دلوقتي كل ما بنيجي نعمل تحديث لأسعار الذهب محليا لازم ان احنا بنطلع نقول ملحوظة على السعر. طب ايه الملحوظة بتاعت النهاردة على السعر بتاع الذهب؟ الملحوظة النهاردة جاية من خبر كان موجود في جريدة المال عن سعيد امبابي اللي هو الرئيس التنفيذي لموقع او يعني اي صاغة. كان بيتكلم على انه هناك فرق ما بين او فجوة ما بين السعر بتاع جرام الذهب محليا وجرام الذهب عالميا. الفجوه دي بتوصل لحوالي تقريبا 55 جنيه. طبعا احنا اتكلمنا على الموضوع اللي هو بتاع الفجوه دي، كويس ان هو ذكره يعني عشان ما يبقاش الكلام بتاعنا برضو واخد جانب ان هو كلام مش صحيح. يبقى احنا بنقول حقائق انه في عندك دلوقتي فجوه ما بين السعر العالمي والسعر المحلي. السعر العالمي بمنتهى البساطه اللي هو بتاع الاوقيه بتاخده بتبتدي ان انت تضربه في سعر الدولار الرسمي عندك في البنك، فبيطلع لك سعر ايه جرام الذهب او اوقيه الذهب او ايا يكن يعني وزن الذهب او عيار الذهب اللي انت عايزه. طيب فبرضه ممكن احنا نقرا الخبر كده. كان يعني منقول عن سعيد امبابي 55 جنيه فجوه بين اسعار الذهب في مصر والسعر العالمي. كان بيقول انه يعني الذهب بالاسواق المحليه ارتفع بنسبه 2.5% وقيمه 85 جنيه خلال تعاملات الاسبوع الماضي، وبيقول ان الذهب حقق 520 دولار منذ بدايه العام وبنسبه 25.3%، طبعا مدفوع بتوقعات انهاء دوره التشديد النقدي من قبل الفدرالي الامريكي. واشار انه الفجوه ما بين السعر العالمي والسعر المحلي اتسعت لتسجل نحو 55 جنيها خلال تعاملات اليوم وفقا لسعر الاوقيه بالبورصه العالميه وسعر صرف الدولار بالبنك المركزي. والسعر العادل لجرام عيار 24 عند 4021 جنيه. انا اقول برضو ان هو ممكن اعلى كمان من 4021 جنيه، ممكن عند ال 4030 جنيه. طيب احنا يعني لسه قايلين دلوقتي السعر بتاع عيار 24، ممكن برضو ان احنا نقول حوالي 50 جنيه فرق ما بين السعر اللي هو يعني شايفه كسعر عادل يعني سعيد امبابي والسعر اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي. في فرق فعلا حوالي 50 جنيه او 55 جنيه. انا اقول ممكن كمان يوصل لحد 60 جنيه ما بين السعر العادل لجرام الذهب والسعر اللي انت بتشتري عليه. والموضوع ده احنا شرحناه قبل كده. ليه بقى الكلام ده بيحصل طبعا لان احنا قلنا دلوقتي حصل من الدولة تشجيع لتصدير الذهب وتشجيع الدولة لتجار الذهب على الاتجاه للتصدير علشان ان هم يبتدوا يخففوا شوية من المعروض عندك في الاسواق. المعروض عندك في الاسواق اللي هو المخزون بتاع التجار ده يعتبر من المعروض. الذهب اللي في البيوت اللي الناس اشتريته كتير واحتفظت بيه بقالها سنة واثنين وثلاثة، وهتيجي في خلال الثلاث او الست شهور اللي جايين هيبتدوا يعملوا عمليات بيع للذهب، تمام، مع يعني ايه انتظار ارتفاع الاسعار. كل الكلام ده هيبقى معروض. طب هو كسوق للذهب هل هو هيقدر ان هو يستوعب بقى الذهب اللي الناس هتنزل تبيعه ده كله؟ هيبقى ايه الحل ساعتها؟ هيبقى الحل ساعتها ان هو هيخفض شويه السعر بتاع الشراء. يعني هو كتاجر لما انت تروح تبيع له وهو بيشتري منك، فهو المفروض هيشتري منك على، احنا بنشوف كده زي ما بنشوف على الشاشه بيبقى في كل يوم سعرين، سعر للبيع وسعر للشراء. سعر البيع ده لو انت رايح تبيع للتاجر، وسعر الشراء ده لو انت رايح تشتري من التاجر. هو بيبقى فيه سعرين، بيبقى فيه فرق ما بين السعر ده وما بين السعر ده حوالي تقريبا زي ما احنا بنقول كده 10 جنيه او 11 جنيه. ده بيبقى على الشاشه بس، او ده بيبقى مقترح، او نقدر نقول برضو ده بيبقى استرشادي. في احيان كتير التاجر بيخلي الفرق ما بين سعر البيع وما بين سعر الشراء اوسع من كده، فبيعمل ايه؟ يعلي شويه سعر الشراء. لو انت هتشتري مثلا هنقول جرام الذهب دلوقتي عيار 24 عامل 4000 جنيه، لا هو هتلاقيه بيزود 20 او 30 جنيه. وانت لو هتبيع له المفروض ان هو هيشتري منك على مثلا هنقول 3000
3980، لا هو هيخليها 3960. فبالتالي هتبص تلاقي ان هو نزل بالسعر بتاع الشراء وعمل برضو ارتفاع في سعر البيع. ارتفاع في سعر البيع ده معناه ان هو هيقلل الطلب على المنتج اللي موجود عنده، طالما ان هو بيعمل فارق او اوفر برايس في ايه، في القطعه الذهبيه اللي هو بيبيعها. وبالنسبه للشراء طبعا انت هتبص تلاقي انه في عندك ناس كتير نازله تبيع المنتجات او يعني القطع الذهبيه اللي معاه. فلما يبقى في ناس كتير نازله تبيع القطع الذهبيه اللي معاها، سواء بقى كانت مشغولات، سواء كانت سبائك، سواء كانت عملات، ايا ما يكن يعني صورتها، هتبص تلاقي انه في معروض كتير. طبعا مع كثره المعروض السعر بيبتدي زي ما احنا عارفين ان هو بينخفض، لكن طبعا الانخفاض ده له حدود يعني، لانه في عندك قاع. طب هو كتاجر للذهب بعد ما هيشتري من حضرتك ومن حضرته ومن كل الناس اللي هيشتري، يعني مثلا جاله النهارده في اليوم 100 واحد باع له مثلا قطع ذهبيه، طب ما هو تاني يوم مش هيجي له مشترين، تاني يوم برضه هتلاقي ناس تانية جايه داخله عليه في المحل تبيع مثلا 100 واحد كمان. بكره هتبص ليهم داخلين عليه عايزين يبيعوا، وبعد منه برضه 100 واحد جايين عشان عايزين يبيعوا، عشان السهم بتاع الذهب عالميا ارتفع وهم عايزين يحققوا ارباح. فبالتالي هو هيعمل الحركه دي. الذهب اللي هو هيجمعه بقى ده هيديه للتاجر الكبير، والتاجر الكبير بيجمعه وبيبتدي يصدره بره للخارج. والدوله دلوقتي عامله لهم زي ما احنا بنقول كده فتره سماح اوسع من اللي كانت موجوده قبل كده. كان المفروض ان هم كتاجر كبير بيوصل فتره السماح بتاعته اللي هي يعني رد حصيله الايه الصادرات حوالي في خلال 35 يوم، دلوقتي لا بقت وصلت ليه حوالي 70 يوم. فبالتالي هو يقدر يمارس او يباشر عمليات البيع في الخارج، طبعا عشان يقلل الايه المعروض الكتير اللي بقى عندنا، والسوق بقى متشبع جدا بعمليات شراء الذهب ومفيش حد بيبيع خالص دلوقتي. وان كان يعني ابتداء من بكره او من بعد بكره مع بدايه تخفيض معدلات الفايده في الفيدرالي الامريكي هتبتدي تبص تلاقي الناس ان هي بتتجه لان هي تبيع الذهب وتبتدي تتخلص منه، وتبتدي تاخد في المقابل جنيه او تاخد في المقابل بقى ايه دولار. طيب لو انت لسه متابعنا لحد دلوقتي في الفيديو بنشكرك على حسن المتابعه، ولو اول مره تشوفنا بندعوك للاشتراك في القناه وتفعيل علامه الجرس وعمل لايك للفيديو لو الفيديو عجبك. اتمنى يكون الفيديو فيه معلومه مفيده، وبنشكركم على المتابعه ونشوفكم في التحديث اللي جاي.